إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البروغرام ذات وناغي دوم بابتي جيانا مو سيري في غمري صلى الله عليه وسلم قيشتنا تلاب الريب السبينج ما وصى سوران فرما تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. قال النووي رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال، وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لغير ذي سلطان، ورووا فيه أثرا، وهذا شاذ مردود. قال الباجي رحمه الله: وأما التختم بالفضة فهو الذي قال فيه سعيد بن المسيب لصدق بن يسار: ألبسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما، فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. بس كمان لسر تختمه واتا أنقستيلا لا بنجا كردن. أنس كري مالك أفرمي في غمري صلى الله عليه وسلم خاتمكي أنقستيلكي لوريق بوا، يعني لا زيو بوا، وفصكشي حبشي بوا، يعني أو موريي أي خيتنا أو أنقستيلكا حبشي بوا. حبشي يعني ألين زانيان بدوشي وتفسيري عن كردوا، ألين احتمال هي مثلا برد يكبو بي، الماس يكبو بي، يعني شت يكبو بي كلا حبشة دروس كلا لو منطقة زورجة أحجار الكريمة وأمشتانة لو ناو شيء هيا احتمال أو بي، واحتمال شيء عندي أكتر قيلك شيء قيلك الله احتمال حبشي ما بس في رشبوه، يعني أو هناك رشبوه، يعني ما بس حبشي بمعناه الرش أو قيل شيء. إمام النووي أفرمي زانيان إجماعا كردوها كوا دروس إنسان يعني بياو بابلين أنقستيلي زيو لبنجبكا. عند العلماء الشامي متقدمين، يعني متقدمين لإمام نوويش، يعني معناه ويا لسردمي السلف يعني وابوك مكروهة إلا ما قربوك دصلات دار وأثرك، يعني جلو بارو جراوة ديار أثرك واعلى، يعني أما بس بود دصلات دار دروس تبو غير دصلات دار دروس دصلات دار وكاربدس ما بس أوي اللي ربو أوي أوان موري بيبكن، يعني وكو أواه الله أمش شازة أم قصة شازة ومردودة ورناجري. باجي فرميتي رحمتي خوالي به فرميتي أنقستيلا دروس كردن لازيو بوبياوان دروسة. سعيد كري مسيب بصدقي بني يساري وتوب بك لبنجت وبخلكيش بغي كمان فتوان بوداوي. أنس كري مالك أفرمي كاتب پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أيويس نامه بني ريبو فارس كان، يعني بو باشاكاني رومو فارسو أوانا بيانو عجمكان نسراو ناخلين نواقر موري بيو نبي بو يبان موري بكين جا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم موري كي دروس كرت فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. الله يعني هوا برشام وكب سبيتي، يعني نكا غير لا زيوه لفن جاي مباركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم. نقش خاتم النبي. نقشي خاتمك أنقلت لك نقش جيت شيبوه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر، ورسول الله سطر والرسول سطر والله سطر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر،
ثم كان في يد عثمان حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. نقش خاتمك في غمري صلى الله عليه وسلم شون بوا أليب نقشكي بشويك بوا محمد سطرك رسول سطرك الله سطرك ديارة يعني أما دو تأويل كراوة عندي اللزانيان متوعنا محمد رسول الله محمد رسول الله أواب وعندك شغلنا محمد رسول الله الله كلا بان به رسول كلا نوراز به محمد لخوار به بو تعظيمي جلاله بلام عند زنان الله لما لو أنا ما غلط به زياتر أوي محمد رسول الله أو شو كأميتران راسه الله أخات السلوى محمد أخات جيلوى لا يكون بلام لا يكون معناه كي تريش أقول يعني الله الرسول محمد يعني الله أبيت الرسول محمد أويش غلطه ويا محمد رسول الله يعني وابع اشترى محمد رسول الله نك محمد رسول الله بوشي وانا بمشي وباشترى محمد رسول الله وخاتمك وايا بالله لحد سقي ابن عمر فرمي يا غمري صلى الله عليه وسلم خاتمي هبوا خاتمك الى زيوبوا لدسي مبارك خويا ابو دواي خوي لدسي ابو بكر ابو دواي او لدسي عمر ابو دواي او لدسي عثمان ابو پاشان كوتا ناوي بيري اريسا و تياتشو يعني هنا كدبون بو سبحان الله معناه كي زور قوريا في 12 دقيقة هذا السبيكت والله. وما حكمه حديث فرمي خوالي الرازي بها فرمي كان في غمري صلى الله عليه وسلم خاتمك كده دسي راسي هني كسي كان دسي تشبي طبعا بدسي راسي شكراوه بدسي تشبي شكراوه اگر لدسي تشبها به اگر كراوه دسي تشب لكاتي السرعة وأمانية دايكني بيكرو بانجي راسة دواء وام ججالي كل بيكرو بانجي شابت شو كبو خوبا كردنوا شنراتة توي وأمانة بيسي وأمانة طبعا. وما حكم لبس خاتم الفضة للرجال؟ الصحيح أنه مباح وليس سنة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس الخاتم حتى قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما فاتخذ الخاتمة، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله، فلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بلبس القربى حتى يكون مستحبا، لذا كان الصحيح أنه مباح. الله حكمي تشيا أن قصي لا داس كردن حكمك تشيا سنته الله أصل أويك السنة نية أويك الراجح به ولكم مباح أتواني بيكي إيشواني نيكي حرام نية بلام سنتي شنية الله ببلغي شي سنة نية خو بيغمر ما قد نيكردو الله بيغمر خاصة أصلا نيكردو بانجي حتى أويان بيود لما سلي كاتنا مكي نار وتيان اوان نامي ببي مورنا ناخن نو بويا پیغمبري خاص الله سلام كرت اجينا پیغمبري خو نه يكردو بويا اما لجهتي عبادته ونيه بل كل جهتي ضرورات پیغمبر كردته دسي نك عبادات بويا ام بسنتي نازانيت بمباح زاني بس والله اعلم قصكي يما بوچي پیغمبري خاص الله سنتي كي كردو جاروايا بهوشتي كي كرديتي يترى حتى ما امل سرياتشين بوشي أمن نبي هذا السنة ثانية ويا رأي أرجح والله أعلم وياك السنة يعني أو سنتيش سنة أبو إماش حتاق يعني بود لليك لدواي أخو أبو بكر كردوتي لدواي أخو عمر كردوتي لدواي أخو عثمان كان حمان عن كردستان ولو كانت شوتا سعيد الله سعيد بن مسيب تابعين ويك لا أي مي كبار على بيك دستو دواي ولا سعيد في توي داوا ظاهر والله أعلم السنة يعني نسر أم رأي شيء ترى ما نرأي غير كمان فرزكين نرأي كسيش ردكين هو لسه إمام الشافعي قصير جوانية فرمي من أما بحق زانم برامبريش بهلا زانم بس احتمال شيء أو حق بيوم الهلا شو مسائل اجتهادية مسائل اجتهادي احتمال برامبركت غلط صاحبه بس يتو الرأي خد بها سكيتو بلغي كان يخد بها سكيتو والله أعلم
باخير دسخوا من وازم سنته والله أعلم. بله عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بله عمامة يعني ميزري في غمر صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال النووي رحمه الله فيه جواز لباس الثياب السوداء ولبسه في حال الخطبة، وإن كان الأبيض أفضل منه كما ثبت في الحديث الصحيح خير ثيابكم البياض. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. سدل عمامته أي أرسل وأرخى طرفها الذي يسمى الذؤابة والعذبة. بله بقى إذا يمكن أو توزع الزردكاء يرينا دعامة عمامي في غمر خاص صلى الله عليه وسلم يزري في غمر خاص صلى الله عليه وسلم. جابر أفرمي في غمر خاص صلى الله عليه وسلم الرجي مكة فتح مكة عمامي كي رشي كردبوا السر لحديث تراها توك في غمر خاص صلى الله عليه وسلم خطبة دعوة وعمامي رشي بستوى بتايبتي لكاد جنگا لكاد غزايا وسركوتن الفتح عمامي الرش أوي كرده. بله النووي رحمتي خايله به أفرمي فيه جواز لباس الثياب السوداء، يعني أما بلغيه لسروي كوا دروس إنسان جلوبرجي سبي رش لبركة وبتايبت لكاتي خطبة جمعة حتى عمامكش الرش به وأجر شيء سبي أفضل تله حرجانا دروسا بلام أم أفضل تله باشا خو عافيك بو يجي فيه جواز بلام بو أبيضك يجي أبو السنة أي باشا في غمر صلى الله عليه وسلم البو يعني الرش سنته سبش سنته أيواني أي واحد جوان ترني وابيجي أي تربوتشي وضحنين أم خو عافيانك يعني برشت هي يصير خو الله لا بروح حدثك خير ثيابكم البياض طبعا يا ما علين أبيض أو لا تله بس رشي شي كردوك في غمر صلى الله عليه وسلم وفعلي خوي رشي كرد به بتهيبت لهندي حالاته رش هيبت يزاتري هي عندي حالات بتايبتي يسد دائما سفي علامي اشتيه بس علامي فتح وجهاد وامانه ابي الرشبه وانيا ابي الرشبه بو يدوش من متوقع. بله ابن عمر فرمي في غمر صلى الله عليه وسلم اذا اعتم طبعا اذا اعتم اجريك يسيك ليك داتو جاء في غمر صلى الله عليه وسلم اجر عشاباته اعتم يعني عشاء عتمه العتمه هات بلا الليله مقصد عمامه اللي بسر كردنا نك في غمر صلى الله عليه وسلم اجر عمامي بسر بكدايه السر هني كي لبشتو درس كرد اما سدل عمامته بين كتفي خسب يعني بين هذو شاني والله سدل عمامته يعني ارسى يعني خسى يسمى الذؤابه في الذؤابه وفي ذؤابه يعني كلكي عمامك يعني ليس من السنة لبس العمامة فهي سنة عادة وليس سنة عبادة فلم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا ولا أمر بها أمته. ما حيث نبي يعني خوي بو خوي سنتك في غمر صلى الله عليه وسلم في غمر كردوتي حتى ولو عادتي عربي به حتى أجر عادتي عربي به يعني عادتك قنجابو في غمر رفزي نكردو وطاو وتصنر وكو دايها شتي إسلام عرب يشا كردوتي في غمر كردوتي دعاء واهج بوتا سنة بو إيمان الحمد لله. وصلى الله وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.